ولو كانت الثدييات وقتها أذكى، ليه ما كانوش هم اللي مسيطرين على الأرض؟ ليه الديناصورات كانت هي اللي مهيمنة؟ تعالوا ندخل قلب المعركة، مش بين حضارات لكن بين مخلوقات حكمت الأرض وسيطرت على كل بيئة فيها، سواء كانت برية، جبلية أو حتى ساحلية. في الفترة الجوراسية الديناصورات وصلت لأقصى درجات التنوع، كان في مفترسين ضخام بيسيطروا على السلاسل الغذائية، وفي المقابل عواشب عملاقة بتمشي في جماعات بأعداد مرعبة. تخيلوا ديناصور زي الأليوسور، أسنانه منشرية وراسه كبيرة بشكل يخلي أي فريسة تعيد التفكير في حياتها. هجومه ما كانش عشوائي، ده كان فيه ذكاء وتكتيك، وكان بيتحرك بسرعة رغم حجمه الضخم. أما العواشب فكانت عقولهم على قدهم، زي الديبلودوكس بطول أتوبيس مدرسة ورقبة واصلة للسحاب، أو الاستيجيوسور بدروع ظهرية شائكة ودم بيستخدمه كسلاح دفاعي. لكن المدهش إن كتير من العواشب طوروا سلوكيات جماعية تحميهم، زي إنهم يتحركوا في قطيع أو يربوا صغارهم وسطيهم. لكن كل تطور حصل في المفترس كان بيواجهه تطور موازي في الضحية. أسنان أقوى يقابلها دروع أسمك، مخالب أشرس يقابلها سرعة هروب أعلى. كأنها لعبة شطرنج لكن على أرض مليانة حمم بركانية وغابات كثيفة وزعيق ديناصورات بيملى السماء.